لو انت واقف في المحل وقدامك موبايلين بنفس السعر، واحد منهم عليه لوجو سامسونج يعني شكله كده محترم، والتاني جاي من اونر وشكله شيك ومواصفاته كويسه، فتفتكر تمشي ورا الاسم ولا تمشي ورا الارقام، ولا في حاجه تالته اصلا هتخليك تغير رايك في اخر لحظه؟ فالنهارده نحط سامسونج اي 56 قدام اونر 400 في مقارنه ناريه حرفيا، كل فقره فيها تحسسك انك بتجرب للقرار اكتر. بس قبل ما تبدا تفكر في مين الافضل، فكمل الاول معايا بس لاخر الفيديو، والاهم انك ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك الترشيحات اول باول. لما نروح للتصميم فهتلاقي كده انك فاول ما تمسك الاي 56 تحس انك ماسك موبايل رايق، ظهر من الجزاز وكمان فريم من المعدن، والسمكه بتاعته خفيفه 7.4 مللي، والموبايل كانك ماسك كتاب غالي مش مجرد موبايل. والموبايل ملمسه بروفيشنال بسبب الخامات بتاعته، غير كده انه مقاوم للميه والغبار بمعيار الاي بي 67، يعني لو كبيت عليه عصير او ميه من غير ما تقصد وانت في اوضه صاحبك، او لو الموبايل وقع منك في اي ظرف كان، فلا هتلاقيه شغال معاك عادي جدا. لكن لما نروح للاونر 400 هتلاقي انه خفيف جدا 183 جرام بس، وكمان الفريم بتاعه من البلاستيك مش معدن زي السامسونج، بس ملمسه هنا مميز فعلا ومقاوم للصدمات الرسميه، وده طبعا بشهاده معتمده مش مجرد كلام. ولو انت من الناس اللي بتستخدم الموبايل طول اليوم بايد واحده فتحس ان الاونر مصمم ليك انت شخصيا، بس التصميم برضه لوحده مش كفايه. تعال بس على الشاشه وهنا نبدا المقارنه فعلا. هتلاقي سامسونج اي 56 جايب شاشه سوبر اموليد فول اتش دي بلس، طبعا 120 هرتز 6.7 انش، والسطوع بتاعها بيوصل ل 1900 نتس، وده مش فعلي، لكن الفعلي طبعا بيوصل معاك لل 1200 نتس، وفي بعض الظروف بتلاقيها بتوصل معاك فعلا لل 1900. فمن الاخر فانت في كل الظروف هتشوف شاشه الموبايل بافضل كواليتي وافضل الوان، وتحت اي اضاءه هتشوف شاشه الموبايل بشكل ممتاز. لكن اونر هنا اقل شويه في الشاشه بتاعته، لان شاشته هنا اموليد وكمان 6.55 انش وبكواليتي عاليه بتدعم ال HDR 10 بلس، ده غير ان مستوى السطوع بتاعه بيوصل ل 5000 نتس، فده رقم خزعبلي حرفيا. يعني لو انت قاعد على كافيه في الظهر والشمس طالعه في النص الثاني من شهر 7 هتشوف الشاشه كانك حرفيا قاعد في اوضه مغلقه، وده غير ان معدل التعتيم فيها 3840 هرتز، فلو بتقعد برضه على الموبايل بالليل عينك مش هتحس باي تعب. وده يودينا لسؤال مهم، وده اللي خليني اقول لك، هو انت من الناس اللي بتحب الشاشه تبقى كبيره ولا الاهم انك تشوفها في كل الظروف؟ فعرفني ردك تحت في الكومنتات. وندخل دلوقتي على الاداء والمعالج في الموبايلين. في اي 56 سامسونج هنا استخدمت الاكزينوس 1580، وده بمعماريه 4 نانومتر، والمعالج ده حرفيا هيعمل لك اي حاجه انت عايزها، اذا كان بقى في استخدامك اليومي او بتحب تتفرج على افلام او مسلسلات، وكمان لو بتحب انك تلعب جيمز كتير فمش هتشوف اي تقصير منه اطلاق. بس الفكره انك لما تيجي تدخل على لعبه تقيله شويه ممكن تلاحظ شويه سخونه لو ضغطت عليه جامد، لكن لو في جو كويس او في الشتاء او درجه الحراره مش عاليه عموما فهتلاقي الموبايل مستقر معاك. وعلى الناحيه الثانيه عندك الاونر هنا جايب السناب دراجون 7 جين 3، وده معروف في السوق دلوقتي بالثبات، سواء بقى في الالعاب او حتى في المونتاج الخفيف او حتى في استخدامك اليومي، فهتشوف اداء مستقر جدا من الاونر. فلو انت من الناس اللي بتحب تقلب ما بين 10 تطبيقات في اليوم وبيحبوا يحسوا ان الموبايل طاير في ايديهم، فالاونر هنا هيكون معاك اسرع واهدى شويه. بس لو بتخاف من حراره المعالج خاصه في الصيف فهنا اي 56 بيقدم لك تبريد ومعالجه افضل نسبيا مع التحديثات اللي جايه من سامسونج. وده يودينا لحته ثانيه كده، عايزك تتخيل معايا انك لو انت معاك نفس الميزانيه وواقف قدام الموبايلين، واحد فيهم هيعيش معاك لمده 6 سنين بتحديثات مضمونه، والتاني هيعيش معاك كاداء سريع ومساحه تكفيك لسنين قدام. فقبل ما تجاوب استنى، احنا لسه ما دخلناش اصلا على الكاميرات. لما تخش تشوف الكاميرات هتلاقي ان الاي 56 هنا جايب كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل، والعدسه دي جايه من سوني، وده طبعا مع مثبت بصري او اي اس، وبتطلع صور ممتازه خصوصا في الاضاءه القويه. والكاميرا الثانيه الالترا وايد ودي جايه 12 ميجا بكسل، والكاميرا الاخيره بتاعت الماكرو ودي 5 ميجا بكسل. والموبايل بيدعم معاك تصوير فيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه، وبيدعم معاك الفول اتش دي 30 او 60 فريم في الثانيه. ولما نروح للكاميرا السيلفي فهتلاقيها هنا 12 ميجا بكسل. لكن تعالى بقى للاونر، وهنا انت هتلاقي كاميرا خلفيه 200 ميجا بكسل، يعني تقدر تصور صوره وتطبعها بانر وتتعلق في نادي الاهلي كمان. وبالنسبه للكاميرا الثانيه فهي 12 ميجا بكسل، ودي برضه للالترا وايد، وما عندكش كاميرا ثالثه، لا هما كاميرتين بس. ولما نروح للكاميرا السيلفي فهتلاقيها هنا 50 ميجا بكسل، ودي حرفيا هتطلع لك كواليتي ممتازه بتفاصيل تحفه حرفيا، ده غير انك تقدر تاخد الصور بزاويه واسعه جدا تحس انك بتصور بكاميرا بروفيشنال. وما تنساش برضو انك عندك تصوير الفيديوهات هنا بيدعم لحد ال 4K 30 فريم في الثانيه، او برضو فول اتش دي 30 او 60 فريم في الثانيه زي سامسونج. بس خد بالك مفيش زوم حقيقي في الاثنين، يعني ولا في سامسونج ولا في اونر، فالطبيعي انك تلاقي غلطات في الصور، بس بنسبه كبيره بتكون الصور طالعه شكلها كويس جدا. وبعد كده نروح لنقطه ثانيه وهي البطاريه والشحن. لما نشوف اي 56 فهنلاقيه هنا جايب بطاريه 5000 ملي امبير، والشحن بتاعه سريع 45 واط، يعني هي دي مش اسرع حاجه حاليا في 2025، لكن تعتبر كويسه بالنسبه لسرعات الشحن اللي فاتت اللي كنا بنشوفها من سامسونج. بس كعاده سامسونج طبعا ان الشاحن مش موجود في العلبه، فيعني انت مضطر انك تشتري
تشتري على الميزانيه بتاعت الموبايل كمان شاحن علشان تشحن الموبايل اللي جبته. يعني هتدفع كمان فرق 500 جنيه تقريبا على شاحن كويس، يعني ده لو ما كانش اكتر من كده كمان. اما الاونر فده البطاريه فيه 6000 ملي امبير، وكمان الشحن بتاعه سرعته بتوصل ل 100 واط، لكن الموبايل فعليا بيشحن ب 80 واط بس، ودي ما زالت سرعه ممتازه جدا. وده معناه اصلا انك هتشحن من 0 ل 60% في اقل من 25 دقيقه بس. ففي نقطه الشحن والبطاريه هنا اكيد طبعا اونر هي اللي تكسب. فلو انت من النوع اللي مستعجل على طول وسايب تليفونك ما فيهوش شحن وبتلحق نفسك على اخر لحظه، فاونر طبعا هتنقذك في موقف زي ده. نيجي بقى للمميزات اللي موجوده هنا وموجوده هنا، موجوده في سامسونج وموجوده في اونر. هتلاقي الاثنين فيهم NFC وكمان واي فاي 6 وكمان بصمه تحت الشاشه والفيس انلوك، وكمان الصوت الاستيريو طبعا سماعتهم هما الاثنين تحفه، ودعم كامل لجوجل، وده اللي احنا عارفينه طبعا من سامسونج واونر بعكس الشركات التانية ما بتجيش داعمه لجوجل اصلا. وكمان عندك اي سيم متوفر في الاثنين، ومفيش منفذ للسماعات ولا هنا ولا هنا، ودي تعتبر عيب مش ميزه. بس في فرق بسيط هنا ان A56 عليه One UI 7 وتحديثات اندرويد مضمونه ل6 سنين، اما الاونر فعليه هنا الماجيك OS 9 وكمان مميزات الذكاء الاصطناعي زي مثلا AI فوتو تو فيديو، يعني الاخر تقدر تحول اي صوره لالبوم فيديو بضغطه واحده. واخيرا من حيث المستشعرات اللي بيدعمها الموبايلين، فانت عندك هنا في سامسونج الموبايل بيدعم مستشعر التسارع والقرب عن طريق السوفت وير، ولكن بيدعم البوصله والجيروسكوب عن طريق الهاردوير، ودي تعتبر عيب شويه من حيث التسارع والقرب. لكن بالنسبه لاونر فانت عندك الموبايل بيدعم كل المستشعرات هاردوير، التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب كل ده هاردوير عادي جدا. فهخش دلوقتي على الاسعار، اقول لك كل الاسعار النسخ المتوفره معانا من A56 وكمان الاونر 400، وبعد كده هديك الخلاصه اللي تطلع منها تبقى عارف وراسي انت هتشتري اي موبايل فيه. فلما نشوف A56 فانت هتلاقي عندك النسخه ال 128 مع 8 رام فدي ب 20000 جنيه، كمان النسخه ال 256 مع 8 رام فدي ب 22000 جنيه، والنسخه ال 256 مع 12 رام فدي ب 25000 جنيه. ونفس النسخ في السعوديه فانت هتلاقي عندك النسخه ال 128 مع 8 بسعر 1250 ريال، والنسخه ال 256 مع 8 بسعر 1450 ريال. ولما نروح لدوله ثانيه مثلا زي الامارات فهتلاقي النسخه ال 128 مع 8 فهتلاقيها ب 1100 درهم، والنسخه ال 256 مع 8 ب 1250 درهم. ولما تيجي تحسبها بالدولار علشان لو انت في دوله ثانيه انا ما قلتش الاسعار بتاعتها، فتقدر انك تاخد السعر بالدولار وتوزيه مع السعر بتاع العمله بتاعتك، وهيطلع لك سعر الموبايل تقريبا بالنسبه للدوله اللي انت فيها. فهتلاقي النسخه ال 128 مع 8 ودي ب 410 دولار، والنسخه ال 256 و8 فدي ب 455 دولار، والنسخه ال 256 و12 فدي بسعر 520 دولار. ودي كانت كل الاسعار اللي تخص سامسونج A56. وبالمناسبه هم كلهم ضمان محلي ومتوفرين في مصر عادي مش ضمان دولي. فلما نروح للاونر 400 فهتلاقي هنا برضو ضمان محلي، وبالنسبه للنسخه ال 256 مع 12 رام فدي ب 21200، والنسخه ال 512 مع 12 رام فدي بسعر 23200. ونفس النسخ في السعوديه فال 256 مع 12 فدي ب 1500 درهم، والنسخه ال 512 مع 12 فدي ب 1700 درهم. وكمان الاسعار في الامارات فالنسخه ال 256 مع 12 فدي بسعر 1400 درهم، والنسخه ال 512 مع 12 فدي بسعر 1600 درهم. واخيرا الاسعار بالدولار لنسخه ال 256 مع 12 رام فدي بسعر 440 دولار، وبالنسبه لنسخه ال 512 مع 12 رام فدي ب 480 دولار. فمن الاخر انا هديك دلوقتي الخلاصه، وانت بعد ما شفت مواصفات الموبايلين تقدر انك تحكم وتشوف بناء على استخدامك انت ايه الموبايل اللي يناسبك. فخلينا نبدا على طول. لو انت عايز تصميم محترم وكمان خامات بريميوم وواجهه بتتحدث دايما وكمان هتعيش معاك لسنين قدام، فسامسونج A56 هنا هيرضيك تماما. بس لو يهمك الاداء الاقوى نسبيا مع بطاريه اكبر وشاشه برضو كويسه الى حد ما وكاميرا افضل، هرشح لك هنا الاونر 400، وده هيديك بطاريه كويسه جدا مع سرعه شحن ممتازه واداء من المعالج وسطوع من الشاشه يناسبوك في اي ظرف انت فيه. طيب لو انا قدام الموبايلين دول انا شخصيا هقول لك اختار حسب طريقتك في الاستخدام، بس الاهم ما تشتريش قبل ما تشوف المقارنه دي مرتين مثلا، وممكن تبعت برضو الفيديو للي ناوي يشتري. فقولي تحت في الكومنتات لو انت معاك 22000 او من 20000 ل 25000 جنيه هتختار مين فيهم، واستنى رايك في مقارنه اقوى. وبرضو ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات ايه المقارنات اللي انت عايزها، اكتب لي الموبايل كذا مع كذا وانا هعمل المقارنه دي في اقرب وقت ممكن. واخيرا ما تنساش لو طلعت بفايده من الفيديو ده، وانا متاكد فعلا انك طلعت بفايده، فما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو وكل الكلام الحلو ده علشان تشوف الفيديوهات الجايه اول باول. واشوفك الترشيح الجاي. سلام.